السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة هنبتدي من الصبح بدري، من الساعة 6 الصبح. اول حاجة عملتها هعمل اللانش بوكس بتاع الولاد بالشكل ده كده علشان يتوكلوا على الله ويروحوا على مدارسهم. كل يوم في حيرة، يعني كل يوم هتاكلوا ايه، فما بنبقاش عارفين هعمل لهم اكل ايه يعني. ففي اليوم ده قالوا لي يا ماما احنا عايزين بيض مقلي ولانشون، وفي حد منهم طلب جبنه بيضه وكده. عملت لكل واحد طلبه. قليت البيض بالشكل ده بشويه ملح وفلفل بطريقه بسيطه خالص عاديه يعني. وبدات ان انا اعمل اللانش بوكس بتاعهم بالشكل ده كده. عملت لكل واحد الطلب بتاعه وعملت لهم اكلهم وحاجتهم وتوكلوا على الله وراحوا المدرسه بتاعتهم. اهو بالشكل ده كده. كنت بدأت بقى اعمل يعني واحد واحد، خلصت واحد وبدأت في التاني. فربنا يهديهم كده يا رب ويصلح حالهم. انا عندي ولادي يعني من النوع اللي لازم اسألهم كل يوم هتاكلوا ايه واعمل لكم في اللانش بوكس بتاعكم ايه. علشان عندي واحد اللي هو مالك ابني ده مش بياكل اي حاجة. يعني ممكن البنات اقدر عليهم شوية، انما ده بالذات لا. كده عملت لهم الاكل بتاعهم والازايز بتاعتهم ملتها لهم وتوكلوا على الله ونزلوا. بدأت بقى انا اشوف اللي ورايا وبدأت اشوف ان انا هعمل ايه. طبعا كنت نشرة غسيل معاكم في الفيديو اللي فات. لميت الغسيل بالشكل ده كده، واليوم يعني كان جميل والشمس طالعه حلوه وكان في شويه هوا حلوين. فخلاص بقى قلت الم الغسيل، لان كان يعني بقاله يوم على الحبل، فقلت خلاص كده يعني تشمس حلوة قوي. وبدأت ان انا الم الغسيل بالشكل ده كده. عايزه اتكلم معاكم النهارده في موضوع بجد حلو قوي، وعايزه برضو اسمع ارائكم فيه وتقولي لي رايكم ايه. في عز ما الواحد بيكون بالشكل ده كده، يعني عملت لميت الغسيل وبدات ان انا اطبق فيه. نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي انا بتكلم معاكم فيه. عايزه اقول لكم ان بجد يعني في حاجات بتحصل للواحد ممكن تبان ان هي وحشه جدا، وممكن تبان ان هي يعني حاجة بتزعل. بس دايما يعني ناخد الموضوع بعبرة شوية، او نبص للموضوع بجانب حلو شوية. يعني لما تكوني بادئة حاجة وبادئها بكل حب وبكل شغف كده وداخلة فيها بقلبك قوي، ويحصل حاجة توقفلك الحاجة ديت، او حاجة توقفك بعد ما كنت ماشيه في طريقك واللي انت بدأتيه حاجه بتعطلك. فطبعا الكلام ده بنقيسه على كل حاجه بتحصل معانا في حياتنا. عايزه اقول لكم ان هنا كنت بعمل شويه باتيه، بس باتيه اقتصادي شويه، فمفيش يعني في اي تكلفه. طبعا معايا هنا نص كيلو من الدقيق، وزي ما انتم شايفين بضايه اخدت منها 3/4. نزلت على البضايه بفانيليا ورشه ملح ورشه سكر، ونزلت بيهم على الدقيق وحطيت باكو خميره وربع كوباية او فنجان صغير من الزيت، وبدأت ان انا اعجن بالشكل ده. اللهم صل على النبي. كنت عايزة اعمل حاجة يعني للفطار لنا احنا يعني مختلفة شوية، بدل الجبنة والعيش. ساعات الواحد بيبقى قايم من النوم ملوش يعني نفس للاكل اللي موجود عندك في التلاجة. وانا بصفة عامة يعني بصفة خاصة بحب المعجنات. يعني انا بحب المعجنات، وبحب ان انا اقوم الصبح اعمل اي حاجة تكون طازة كده نفطر منها، وبرضو تبقى موجودة في البيت للولاد لما يطلعوا من المدرسة بياكلوا منها وكده. بالشكل ده عجنت العجينة بقى، وهبتدي ان انا احشيها. انا كان عندي مش بالجبنة الرومي، فهحشيها النهاردة مش بالجبنة الرومي. فتقدري انت تحشيها اي حاجة موجودة عندك، ما توقفيش نفسك على اللي انا عاملاه. يعني ممكن جبنة بيضة، ممكن جبنة رومي، ميكس جبن على لانشون، اي حاجة موجودة عندك تقدري تعمليها في الباتيه ده. طبعا زي ما انا قلت لكم الباتيه اللي انا عاملاه النهارده اقتصادي جدا،
يعني بالزيت، لو انا عندي سمنه بحط سمنه بصراحه، ولو عندي زبده برضو بحط زبده طبعا. هتقولي لي الطعم يا امل، الطعم لما تكوني عاملاها بسمنه بيكون حلو قوي، ولما تكون عاملاها بزبده بيكون احلى واحلى، ولما تعمليها بزيت برضو زي ما انا عاملاها النهارده كده والله طالعه ما شاء الله جميله جدا. فعملتها بالمتاح عندي بالشكل ده كده. فنرجع للموضوع بتاعنا. فعايزه اقول لكم يعني مثال، هديكم مثال عني انا شخصيا، وايه اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت. طبعا اخر فيديو منزلاه معاكم كان من اسبوع او اكتر، وقلت لكم ساعتها ان انا ما عنتش يعني هقطع الفيديوهات، وان انا هنزل على طول الشغل وكده. بس سبحان الله يعني، قدر الله ما شاء فعل. هو النصيب يا جماعة والله، يعني كل حاجة من عند ربنا خير. هنا شوية البيض اللي انا حشتهم من البضاية، عملت بهم الوش بالشكل ده. فلما جيت اشتغلت وعملت اول فيديو وتاني فيديو، بدأت ان انا اشتغل، وكنت يعني بجد عندي حماس جامد جدا، وما زلت الحمد لله يعني. حصل والتليفون بتاعي اتحرق. يعني الحمد لله على كل حال، التليفون بتاعي اتحرق، وفي عز ما انا يعني مصوره فيديوهات ومصوره شغل وحاجات. فجأة كده من غير اي مقدمات التليفون وقع من ايدي، وقدر الله ما شاء فعل اتحرق. وانا للحظة ما اكذبش عليكم زعلت، يعني مش هقول لكم لا، زعلت واتأثرت جدا بالموضوع ده، وبدأت ان انا افكر يعني هل هو ده خير؟ يعني امل مثلا الحاجة اللي حصلت معاكي دي اكيد خير، يعني اكيد اكيد انا ما شكتش اللحظة ان هي حاجة خير ليا من عند ربنا. بس هو البني ادم بطبعه يعني بيزعل، بيبقى عارف ان ممكن ده حاجة تكون شالت من عليه يعني، حاجة كبيرة كانت ممكن تحصل. بس يعني الواحد ساعات بيزعل اوقات، من يعني مش هكذب عليكم بتبقى جايه في وقت مش حلو. فالحمد لله على كل حال. فالموضوع ده بجد خلاني اخد يعني، ومش الموضوع ده بس والله، انا في حياتي عموما دايما اي حاجة بتحصل لي بتبان في يعني، بتبان في الاول مثلا ان هي حاجة مش كويسة او حاجة بتزعل، فدايما ربنا بيكرمني بعدها، ودايما بحس بكرم ربنا ملوش حدود يعني. والحمد لله التليفون لما اتحرق وديته الصلح، واخدت من الموضوع دوت عظة جامدة، ان كان ممكن يحصل لولادي حاجة، يحصل لحد عزيز على قلبي حاجة، يحصل لجوزي، يحصل اي حد غالي عليا ممكن كان يحصل له حاجة، وربنا يعني خفف القدر في حاجة زي دي. فعايزاكم دايما انتوا كمان يبقى عندكم الاحساس ده جواكم، لما يحصل لكم اي حاجة تزعل، تبان ان هي حاجة تزعل، لا افتكري دايما ان ربنا بيحوش يعني الحاجة اللي صعبة بحاجة هينة، حاجة هينة، حاجة نقدر يعني نستغنى عنها. يعني لما التليفون اتحرق وقعدت اسبوع من غير تليفوني، ما كانتش نهاية العالم وما كانتش نهاية الدنيا، عادي خالص، الدنيا مشت وكل حاجة عدت تمام. والحمد لله رجعت اشتغلت ورجعت عملت شغل تاني ومفيش اي مشكلة. فقيسوا بقى على الكلام ده الموضوع اللي حصل لي ده اي حاجة في حياتكم. ما شاء الله هنا الباتيه بتاعي كان اخد لون جميل جدا، وطلعته من الفرن بالشكل ده كده. وكوبايه شاي بقى مع الباتيه الجميل ده، عايزه اقول لكم ان كان طالع تحفه جدا. يا رب ان شاء الله تجربوه. طبعا هو بسيط جدا، ما فيش فيه اي تعقيدات، يعني تقدري تقومي تعمليه دلوقتي على طول، ومع كوبايه شاي بقى يا سلام، احلى كوبايه شاي واحلى فطار. قومي كده روقي على نفسك وروقي على جوزك، واعملي لك حاجه كده من صنع ايديكي بالبساطه ديت. وان شاء الله استنوني في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.